بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم أو بنرد على إحدى التعليقات على الفيديو اللي فات، اللي هو إزاي تحول أكتر من ورقة عمل في الإكسل لملف PDF واحد. كان أحد التعليقات من الأصدقاء إن أنا لو هو عايز يعمل PDF لأكتر من ورقة عمل، بس مش كل ورقة العمل. يعني عايز مثلا لو عنده مثلا من 10 ورقات عمل، عايز مثلا يعمل PDF رقم 2 أو 3، بس ملفات معينة مش كل الشيتات. ازاي هنعمل الكلام ده؟ تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. هنفتح الشيت الاكسل بتاعنا. دلوقتي انا عندي كذا فايل، ادي 1 2 3. بس انا عايز اقول لكم على حاجة، ان انا الفايل رقم 1 دوت في الطباعة، لو جيت وشفته في الطباعة هلاقيه حوالي الشيت الاولاني حوالي 3 ورقات. تمام، 3 ورقات. فانا دلوقتي عشان اول حاجة ان انا اظبط البرنت بتاع الطباعة بتاعتي للشيت كله، للورق ورقة العمل كلها. ازاي بعمل كده؟ ان انا باجي بدوس مثلا على 1 كده، وبدوس على 3 وانا دايس كنترول عشان اخليهم جروب واحد، وبظبط البرنت بتاعي سيلكشن، وبظبطه بالشكل دوت. وبعد الخطوة ديت بروح احول لPDF. بعمل كده. هنفكر بعض بس بالاول، احنا كنا بنحول PDF لكل ورقة العمل ازاي؟ كنت بدخل على اوبشن، هو هنا معلم لي على كل ورق العمل، وبدوس هنا على الايقونة بتاعت انتاير ورك بوك، وبعمل اوكي، وبعد كده بدوس ببلش. انا كنت مسجل الفايل قبل كده، فبيقول لي عايز تسجله تاني مكان الفايل، فهقول له ريبليس. اوكي، مفيش مشاكل. فهنا بيتحول PDF. نلاحظ يا جماعه ان هو حول لي دلوقتي كل الشيت الاولاني اللي هو كان مكون من 3 ورقات. تمام. والشيت التاني والشيت التالت. تمام كده. طيب، ده اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في ازاي احول ورقة عمل، احول عدد معين من ورق العمل لفايل PDF. تمام. انا هاجي هنا مثلا وهعمل كنترول ايه كده، واعمل فايل اكسبورت، واقول له كرييت، هقول له اوبشن. انا هعلم على بيجز هنا كده. انا دلوقتي عايز مثلا اعلم من الشيت او من الورقة رقم 3 لحد الورقة رقم 5. من الورقة رقم 3 هنا مثلا كده هكتب 3 لحد رقم 5، واقول له اوكي، وهقول له ببلش. هيقول لي بس انت مسجل الفايل باسم درجات الطلاب، هقول له اوكي. تمام ماشي اوكي. يس ريبليس ات. هيفتح لي الشيت من الورقة رقم 3 اللي هي في الشيت الاولاني، وبعد كده الورقة رقم 2 اللي هي الشيت التاني، وبعد كده الورقة رقم 3 اللي هي الشيت التالت. ده كان توضيح لأحد الأصدقاء اللي كان بيسأل عن الموضوع ده. أرجو إن يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.